رضوان يستهدف ودخل مباشرة إلى الأرضية من أجل معانقة والله لازم تكون مكاني، ربما كنت مكاني أنت في غرفة المعلقين ما تقدرش دير حاجة أخرى لما تحيش مع المنتخب الوطني ملحمة مثل هذه. نسيت نفسي كثيرا. هاي الصورة الفرحة. رضوان لأن المقابلة كانت مهمة جدا 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 جدا، خاصة عندما يتعلق الأمر بالتأهل ومحاولة الوصول إلى النهائيات. والله دموع المنتخب الحمد لله النتيجة هذه، خاصة خطوة كبيرة خاصة التأهل لكأس العالم. نظن هذا نتيجة جد إيجابية، وخاصة لأن بعد وفي آخر موسم يعني آخر مباراة 7 نقط، نظن شيء ممتاز، ونشكر كل المسؤولين واكيد باللي فرحه كبيره للشعب الجزائري. الحمد لله الحمد لله. Je pense que Inch'Allah si on continue comme ça on va y arriver. La victoire ماشي سهله، on était solidaires jusqu'à la dernière minute. وكما نقول لك point pour في marqué. L'essentiel l'Algérie تربح هذا الماتش. Moi je joue avec mon pays donc après c'est la victoire de l'équipe, il y a pas d'homme du match, tout le monde s'est donné à fond. Et voilà, et puis on dédicace à la famille Zourir Lahmo qui a perdu son frère et à toute l'Algérie. Est-ce qu'on الاستدلالية كان حاضر هنا طبعا في مشهد وبعد قبل ان يدرك الدموع رفقه جلول زهير رفقه المشهد حصلها موجوده. ما اجمل هذه الفرحه وهذه الاجواء. كل جزائري كان فرحان اليوم طبعا. نحن الجزائريين الاتحاد نعم انه يصفق ويحتفل وسعيد جدا بهذا الفوز. رئيس الاتحاد سيغني طبعا. هذه حصريه. طبعا يقبل اللاعبين بهدوء بعد الهدف الثاني ليقتل المباراة. قالوا الناس حضر ايضا دائما هكذا هو الناس. نعم الروح العالية نتاعك. عندنا يومين يعني نحضروا فيهم المقابلة ونكونوا كونسونطري، ندخلوا في المقابلة وبعد المباراة نعبروا عن الشعور تاعنا. هذا هو الشعور. الحمد لله اليوم ربحنا ماتش امبورطون، والحمد لله لازم نقعدوا في هذه الطريق باش نروحوا المونديال ان شاء الله يا ربي يفتحنا. وخلاص هذا ما كان فرحنا كاع الجزائر ولي زيميغري وكاع ان شاء الله يا ربي نروحوا المونديال. جميلة.